اكسسوار. وطبعا فقره في دانتيل، الفقره الخاصه بالاكسسوار. وطبعا مفيش حد فينا ما بيهتمش بالاكسسوار، مفيش حد فينا ما عندوش كده جزء في الدولاب خاص بالاكسسوار. وانا بعتبره حاجه مفتاح من مفاتيح الاناقه اللي كلنا بنهتم بيها وبنحبها سواء في الصيف او في الشتاء. لكن النهارده هنتكلم بشكل خاص، واحنا قربنا يعني شويه على الصيف، عن الاكسسوار اللي ممكن نلبسه في الصيف. هنتعرف على اشكاله والوانه، ايه الجديد اللي فيه، مع ضيفتنا نوره سيد مصممه الاكسسوار. ازيك يا نوره، عامله ايه؟ ازيك، عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. طب نوره، انا عايزه اعرف كده يعني تقريبا بقالك قد ايه في مجال الاكسسوار؟ يعني كده تقريبا سنتين وشويه. سنتين وشويه. طيب جميل. هوايه ولا اتعلمتيه في مكان معين؟ لا هوايه. هوايه. طب جميل قوي. طيب عامه ايه الجديد بقى اللي طالع في اكسسوار الصيف؟ هو صيف 2013 السنه دي بتميز باللون الازرق في الالوان الصيفي الازرق والاخضر اللي هو الجنزيري شويه بيمشي مع اللون الذهبي ده سواريه. تمام. في الاصفر والروز الفاتح والفوشيا الاخضر الاصفر. يعني الالوان كلها الحقيقه فاتحه مبهجه، الوان حلوه حلوه يعني. يعني بتميز بالالوان الزاهيه بالظبط. طيب عشان ما نضيعش وقت نبدا نشوف، تحبي تعرضي لنا ايه الاول من شغلك؟ معايا ده نحاس، ده عقد طويل بالاسوره بتاعته. تمام. دي سلسله نحاس احمر ونحاس ذهبي عادي. دي احجار شيبس. حبيت اللون الازرق يكون برضو معاه الدرجه بتاعته الفاتحه اللي هي اللبني شويه. والاورنج اساسي لانه في الموضه 2013 صيف 2013 يعني طالع برضو في الالوان ال 2013. ده طويل. هو طويل. طب كويس. انت عارفه هو محطوط ما بانش. عشان الاستاندرس. ده يعني جميل، عشان برضو لو محجبه تنفع تلبس. والموضه اصلا اكتر نازله ان هو الاكسسوار يكون طويل شويه. يعني فعلا الاكسسوار في الصيف ده يبقى طويل شويه. دي الاسوره بتاعته برضو من كل الاحجار، كل الالوان الموجوده في العقد. تمام. نشوف تاني حاجه معاكي. معايا برضو حاجه زي كده. ده بقى على بيستاج شويه، مش اخضر قوي، بيستاج يعني. يعني ما نفضلش ماشيين على اللون الاخضر الاساسي، يعني ممكن نغير في الدرجات بتاعته. ده برضو عقد طويل 4 ادوار. حطيت معاه اللولي الاوف وايت. تمام. وشغله معتمد كله على الدلايه اللي هي اللي فيها كذا فتحه، هي اللي خلتنا نعمل 4 ادوار دول. جميل. والاسوره بتاعته برضو نفس النظام. وحلو ان انت عاملاه كذا دور برضو، ده بتهيألي بيملى اللبس بالذات لو كان اللون ساده. وعلى فكره هو برضو طويل وبيطول ويتاثر زي ما انت عايزه حسب الرغبه. يعني لابسه طرحه طويله او مش لابسه، عايزه تطوليه تقصريه براحتك خالص. طب ده حلو عشان يبقى فيه متاح لكل الاذواق يعني. اكيد طبعا. معايا برضو الطقم ده تركواز بقى شويه. ده مستوحى شويه من التراث الفرعوني. يعني ده سنتاتيك اسود. حطيت الحجر الفيروز لون التركواز برضو. وبرضو بيطول ويتأثر زي ما انت عايزه. بسيط قوي، ممكن يتلبس في اي وقت وعلى الكاجوال ده ينفع مثلا جينسات مع البنات شويه في الجامعه والكلام ده بيبقى افضل، مش كده؟ طب ده حلو يعني. هو رقيق كمان، انت مش عاملاه فيه شغل كتير ففي يعني الواحد لما بينزل بالنهار بيبقى اهم حاجه ان هو ما يبقاش لابس حاجه فيها شاين شويه او بالظبط. الاكسسوار هادي عن بالليل يعني. طب في حاجه انا قريبه مني انا برضو هعرضها، اللي هو الاخضر ده بقى. الاخضر الصريح لسه بنتكلم عنه. اللي هو في ناس كتير قوي بتحب الدرجه دي اللي بيقولوا عليها اللي هو الاخضر الزرعي. لون الزرع. صح. فدي ده كريستال طبعا. ده بيتلبس بالليل. العقد برضو بيطول ويتأثر زي ما انت عايزه. تمام. بحب قوي النقطه دي في الاكسسوار، يعني العقد ما يبقاش طويل او قصير، بس ممكن تطوليه وتقصري زي ما انت عايزه. تمام. بس فحطيت برضو مع اللولي الاوف وايت لون هو سواري شويه. واللولي طبعا بيبقى حلو جدا في السواري، فكسرت اللون الاخضر شويه يعني. تمام. يعني ده يعتبر سواري، يمشي سواري اكتر. يمشي سواري. تمام. طيب معانا برضو دوت اللي هو اللولي والتركواز. ده اللي قريب مني بقى. طيب ده قولي لي بقى، اللولي مع التركواز. ده بسيط. الحجر ايه اللي مع اللولي ده؟ الفيروز. فيروز صغير. ده بيتلبس بالنهار. العقد قصير. والاسوره بتاعته بسيط قوي. والحلق ممكن تلبسيه حسب رغبتك، في حلقين صغيره في حلق. لا هو انا لسه شغاله عليه يعني، لسه ما كملتوش. بس كلبس بالنهار او مرأة عامله او طالبه جامعيه، حاجه بسيطه قوي رقيق يعني. ده يمشي مع البنات في الجامعه او مع الطالبات.
يبقى سهل سامبل يعني. طيب ايه تاني؟ في برضو عندنا اللي جنبنا بقى الستاند. الكاميرا دلوقتي تستعرضهم معانا، بس تبداي باللي من ناحيتي وقولي لي ايه حكايته. اول ستاند الطويل دوت ده شغل شويه بدوي وعربي. حطيت كل الالوان انت جامعه فيه كل الالوان تقريبا، الموضه دلوقتي في صيف 2013. احجار شيبس كلها. حطيت الاخضر، الفوشيا والاصفر، الازرق بدرجاته. دول اكتر الوان ماشيين في الصيف دوت. حطيت الملاليم بحيث ان هي تدي شويه من التراث العربي. لا والفضي كمان من الطقم يعني عارفه نديله شكل حلو. بس هو فاشن جدا الستايل ده دلوقتي، يمكن عليه اقبال اكتر من الحاجات اللي هي المودرن شويه في الديزاينز. تمام. ايه تاني اللي بعده ده اللي جنبه؟ ده برضو صممته من فتره وعملته تاني لانه كان عليه اقبال. لقيت ان اللون بتاعه الاخضر والفوشيا موضه السنه دي في الصيف، فقررته بنفس الديزاين لانه عاجب ناس كتير قوي. هو مستوحاه برضو من تراث او ستايل هندي شويه. بس فحطيت معاه الفوشيا والاخضر بس بسيط، ما حبيتش اكتر قوي. تمام. طيب احنا هنستأذنك بس هناخد تليفون ونرجع نكمل الكلام عن الاكسسوار. معانا مدام سهام. الو. صباح الخير. صباح النور، ازي حضرتك؟ الله يخليكي. احنا الاول بنشكركم على البرنامج الجميل بتاعكم دوت. ميرسي لحضرتك. انا مدام سهام. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. بقول لحضرتك بنشكركم على البرنامج الجميل بتاعكم دوت. ربنا يخليكي يا مدام سهام. ونشكر البنوته الحلوه اللي جايبه لنا حاجات رائعه يعني. جايبه حاجات جميله فعلا. فعلا حاجات جميله جدا ورائعه. ليكي اسئله بقى يا مدام سهام في الاكسسوار بتاعها؟ ايوه. طبعا انا عايزه اعرف بس منها في ايه الاكسسوارات اللي بتناسب بالنهار، وايه الاكسسوارات اللي بتناسب يعني على اخر النهار او حاجه زي كده. الابريمي دي بعد الظهر او بالليل. ايوه تمام. في سؤال تاني؟ طيب يا ستي متشكرين على ذوقكم. احنا بنشكرك جدا على مداخلتك وتابعينا. طيب هو فعلا يعني برضو تقولي لنا من ضمن شغلك في الحاجات اللي احنا بنتفرج عليها ايه اللي بشكل عام اللي يناسب النهار قوي الصبح، وايه اللي يناسب فتره الابريمي دي او بعد الظهر؟ بالنهار طبعا مستحب اي اكسسوار يكون بسيط ما فيهوش حاجه بتلمع زي الكريستال، وانا بفضل دايما لبسه بالليل، وكل لقاء لازم اقول بشوف بنات كتير قوي لابسه الكريستال بالنهار. ما هو طبيعي في لمعه فلازم يبقى بالليل يعني او بعد الظهر. دي يعني حاجه من الاخطاء لبس الاكسسوار. بس فحاجه زي الطقم اللي احنا اتكلمنا عليه دوت ده مستحب جدا بالنهار. اللولي بيتلبس بالنهار او بالليل. الاحجار الفيروز اي حجر بيكون مط، يعني عندي مثلا حاجه ورينا حاجه كده عمليا عندك. وبرده دي اسورته اهي تمام. دوت حاجه زي دي. اللون الروز طبعا احنا معتمدين دايما كل صيف اللون الفوشيا بيبقى اكتر هو الاخضر في الموضه. بس السنه دي نزل الروز الفاتح، والروز لون جميل كمان. دي كانت اول قطعه يعني عامل الديزاين بتاعها في الصيفي. ده نحاس، السلسله نحاس وهو عقد طويل. الحجر بتاعه شيبس. واللي قدام دي ايه الدايره دي؟ دي صدفه مرسوم عليها. واللولي الموف برضو كسرت البينك برضو، يعني بحب ادخل الالوان مع بعضها في نفس الوقت ماشيه مع الدلايه تحت. فحاجه زي دي بتتلبس بالنهار يعني مفيش منها اي قلق لان الحجر عندنا مش بتلمع مش شاين. فاحنا نتجنب اي حاجه بتلمع ان هي او شاين تتلبس بالنهار، سواء بقى عامله او طالبه او مرأة عاديه بتنزل بالنهار. في كل الاحوال لازم نبقى نلبس الحاجه اللي هي الكتير قوي او اللي بتلمع قوي في فتره النهار. طيب هنشوف ايه معاكي. برضو حاجه زي كده. طب معلش قبل ما نشوف يا نوره هناخد تليفون ونرجع تاني. مدام علا. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيكي يا مدام علا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. متشكرين على البرنامج الجميل دوت. ربنا يخليكي. وطبعا حاجات جميله اللي حضرتك بتعرضيها هي شغلها جميل. بنوته صغيره اسمها ياسمين في تانية اعدادي. بردك بتحب الحاجات دي كلها كده ونفسي اشوفها زي نوره. طب جميل يا رب ان شاء الله. تمارس اهم حاجه. يعني عندها موهبه التصميم الرسم والحاجات المشغولات اللي هي يعني البدايات موجوده عندها يعني. طب كويس. طب ليكي سؤال حضرتك؟ لا شكرا. انا بطلب منها ان هي تدعي لي لبنتي ان هي تبقى كده حاجه كده زيها كده. ان شاء الله يا رب تشوفيها في احسن حال ان شاء الله. بشكرك جدا. طيب يعني واضح الناس عاجبهم شغلك اهو. ربنا يخليك. ففعلا هو جميل. وخلينا نكمل بقى نشوف الازرق اللي كان معاكي. او ده فيروزي ولا ازرق؟ ده ازرق شويه. ده مط برضو يتلبس بالنهار. هو حجر فوم. الكريستاله هنا مط فتتلبس بالنهار. لو الكريستاله شايني شويه اللي هي الشفافه ما ينفعش خالص. ما تنفعش.
ده برضو شغل عربي وبتلبس كاجوال جدا على الجينز وشغل والكفوف والعيون والحاجات دي دي تبقى مطلوبه بقى. دي مطلوبه فعلا جدا يعني. في عندي برضو هنا من الالوان اللي كانت نازله موضه كتير قوي اللي هي النيون ديت. عندي هنا الجديد برضو ان السلسله تبقى نفس اللون نيون. الحاجات يعني فوسفوري شويه. متعودين دايما السلاسل ذهبي عندنا نحاس بقى او انت عامله السلسله نفس الالوان او سيلفر. فالجديد اللي نازل دلوقتي ان السلسله كمان لونها من الالوان النيون زي الاحجار اللي راكبه فيها دلوقتي. على فكره شكلها جميل يعني دي برضو يعني هو ديزاين مودرن شويه للحاجات النيون دي، بس دخلت هنا برضو العيون كشغل عربي. تمام. لا شكلهم حلو الانسيالات دي بتالي بنوتاتي خالص يعني تعجب البنات في الاعمار المختلفه. عليها جدا. وعلى فكره برضو كبار بيطلبوا مني الالوان دي كمان مطلوبه يعني مع كبار. هي تمشي كبار وصغيرين. طب جميل. دي بقى الاصفر يعني ده هو اكتر فيه. الاصفر هنا اللون الاساسي لانه برضو زي ما قلت نازل موضه قوي. حطيت معاه برضو هنا ورد بكل الالوان اللي نازله موضه معانا السنه دي، اللي هي الاورنج الاحمر الازرق والاخضر. ده شكله جميل برضو. تمام. طيب معانا مدام يسرا على التليفون. الو. ايوه مدام يسرا. انا بشكركم على البرنامج الجميل ده وعلى الفقرات الصراحه كلها جميله. ربنا يخليكي. وعايزه اشكر انسه نوره على الاكسسوار الجميل الرقيق بتاعها ده. ممكن اخد نمره تليفونها؟ طيب خليكي معانا بقى في الكنترول وهيدوكي الرقم. في سؤال طيب؟ انا يعني مدام بس صغيره، فمش عارفه ايه اللي ليه عليا وانا خارجه، يعني غير حاجات البنات والجامعه. فعايزه حاجه برضو تليق عليا وانا خارجه، بس تكون يعني ما دامتش بس مش كبيره. في فتره الصبح يعني مثلا؟ فتره الصبح وفتره بالليل. طيب حاضر. هي هتوريكي حاجه بقى من عندها توريكي. وفي هل في حاجات للاطفال البديهات اللي هي مثلا سنه سنتين وكده عشان عندي بنوته؟ طيب في حاجات هي بتعملها ليهم؟ حاضر. يا ريت لو معاها حاجات تليق عليها توريها لنا. طيب هنوريكي حالا وخليكي بقى معانا ما تقفليش عشان تاخدي رقم من الكنترول. بشكرك جدا. طيب نوريها الحاجات اللي هي تليق فتره برضو الصبح وفتره بالليل. فترة النهار انا لسه موريه دلوقتي طقمين اللي هم الشغل العربي والاسوره وبرده البنك اللي انا عملتها ديت. وممكن الستاند دوت اللي هو اللولي اللي مع الفيروز. كل ما كانت الحاجه بسيطه مش شرط بقى سن كبيره او صغيره دي تتلبس بالنهار. يعني مش بحكم ان انا مثلا انسه او مدام او مرأة عامله مش شرط. لازم الاكسسوار يكون بسيط يتماشى مع كل الناس. طب عندك حاجه نوريها لها بالليل تمشي في فتره بالليل؟ اكيد عندي حاجه. اجيب الابيض ده؟ طيب انا كان عاجبني على فكره، لسه كنت همسكه واوريه للناس ان الابيض بتاعه جميل. ده لولي ده ولا ايه؟ ده لولي ابيض صغير شويه. الشكل بتاعه زي الرزايه صغير. ده جديد برضه. ده الجميل اللي فيه ان هو صغنن. هو هنا بسيط خالص. واحنا معتمد اللولي ممكن يتلبس بالنهار او بالليل زي ما قلت. بس اللولي هنا عريض هنا. الكوليه ده مش مستحب ان هو يتلبس بالنهار او انت رايحه شغل. ده طبعا بالليل او سواريه في اي وقت يتلبس. الورده هنا خليتها في الجنب، والحلق حبيت ان هو ما يكونش تقليدي شويه. غيرت خليت يعني واخد من الورده اللي في العقد وواخد من اللولي. طب ده جميل برضه. شكله لذيذ. ده يمشي برضه بس تقريبا في الحاجات برضه. طيب هو يمشي السيدات اكتر ولا لا ممكن مش مستحب ان البنوته تلبسه. يعني سيدات يعني حد اي مدام زي ما كلمتنا كده عشان تبقى عارفه انه يمشي معاها. بس يتلبس بالليل مش بالنهار. بالليل ده بالليل. طب في حاجه معاكي تمشي البنوته الصغيره سن سنتين زي ما قالت، حاجات للنونهات الصغيرين؟ للاسف يعني ما عملتش حاجه بس عندنا حاجات بسيطه يعني زي مثلا الاحجار اللي قلنا عليها دي. طب ممكن نلبسهم ايه يعني؟ هي بس مش احجار. بالنسبه للاطفال بفضل ان الحجر يكون او يعني الخرز المعمول منه الديزاين بتاع الاطفال يكون خفيف، بلاستيك خفيف او حاجات خفيفه. يعني مش مستحب خالص ان هو يكون مثلا احجار او كريستال او الكلام ده كله. ما ينفعش لان سنهم هيبقى صغير. يكون حاجات بسيطه قوي. خشب في اكسسوارات برضو او خرز بيبقى معمول خشب صغير. ده الخشب او البلاستيك للاطفال. اكتر من كده ما ينفعش خالص. هو كده الخشب كان طالع فتره كده الخشب بيبقى خفيف كمان. وخفيف. طيب في ايه تاني؟ برضو حاجه زي الاحمر ده بس ده فرعوني. هنشوفه دلوقتي اللي هو جنب الابيض على طول. جنب الابيض. ده برضو عقد صغير. ممكن يعني ممكن السمك بتاع الكوليه ممكن يكون كذا دور، بس ده دور واحد هنا. الكوليه والحلق برضو بسيط قوي واحمر وبيتلبس في اي وقت. تمام. واللي جنبه بقى اخر واحد الناحيه الثانيه؟ اللي جنبه ده برضو شغل عربي شويه. ده احجار فيروز وشيبس ملونه ديت. والدلايه فيها احجار فيروز صغيره قوي. والدلايه هي اكتر حاجه فيه مديانه الستايل اللي هو الشرقي شويه او العربي.
وده عليه اقبال جامد قوي. انا شايفاكي مايله للحاجات الشرقيه العربيه. يعني انا عن نفسي بعشق قوي الديزاينات اللي هي الفرعوني والشرقي، اللي هي تشوفيها تقولي دي مصريه. الحاجات واحنا بتاعتنا مفتقدين ده، يعني مفتقدين بصراحه. الشغل العربي انتشر قوي، بس مفتقدين ان هو الديزاينات الفرعونيه. الفرعونيه يعني طبعا جميله وليها مذاق خاص، يعني ليها طابع خاص. عندي برضو حاجه زي كده فرعوني. احنا اتكلمنا عن الاحمر، قلنا ان هو دور واحد. ده عندي 3 اضواء، يعني ده 4 كمان. لا طويل شويه على شكل مثلث. تمام. السلسله بتاعته معموله من نحاس، لان الذهبي ناس كتير دلوقتي لازم اي اكسسوار ذهبي بتطلبه ان هو يكون نحاس، يعني تضمن ان هو ما يحصلوش اي حاجه بعد كده او لونه يتغير. تمام. حطيت النبيتي ده سنتاتيك هندي، ودخلت برضو اللون اللي هو البيستاش شويه مع الذهبي. تمام. بيبقى جميل، شكله جميل على فكره خالص. يعني جديد في الالوان بتاعته. الوانه الوانه جديده، بس بالتالي هو ديزاين فرعوني بالوان حديثه يعني. بس بالتالي بيحتاج لبس معين اللونين دول. بيحتاج يعني لبس يكون ساده. يعني ملبس طالما انا الاكسسوار بتاعي ملون قوي، ما البسوش على لبس ملون او مشجر. بالظبط، حاجه ساده. اللبس يكون ساده والبس اكسسوار براحتي، يعني هو اللي واضح كمان، يعني يدي شكل اللبس. طيب احنا عايزين نشوف الغوايش اخبارها ايه معاكي. شايفه انت عامله مجموعه ازرق وموف والوان حلوه هنا ناحيتك. اكسسوارات الاساور دي كلها دي بسيطه. في ناس بتحب الاكسسوار العملي زي ما قلنا قبل كده. ده معمول من احجار شيبس كبيره والكريستال. طب ورينا واحده واحده يا نوره كده، يعني كل لون عندي مثلا حاجه زي كده. دي ازرق في احمر. ده ازرق في احمر. اللونين دول يعني حلوين جداد قوي وحلوين جدا مع بعض. الاساور دي كلها كاجوال. في برضو اللون الاخضر في اصفر، ده جميل برضو. وعندي اللون اللي هو الاصفر حطيت معاه موف، ده جديد شويه. حلو برضو الاصفر بيبقى حلو في الصيف، مش منتشر كتير بس حطيت يعني تغيير. في برضو هنا ده على بني بقى. البني اللي هو البيج شويه والموف. تمام. عندي برضو هنا الاحمر حطيته مع مدخله بقى الاحمر والازرق مع البني، واللونين دول بيبقوا حلوين مع البني كمان. طيب في حاجه تاني انا عايزه اشوف اللي ناحيتي بقى، اللي هو مدين مش عارفه دول فيهم لمعه سنه، ما اعرفش ده ايه بقى النوع الحجر. الحجر برضو مرمر. اسمه ايه؟ مرمر. تمام. دي برضو اساور عمليه جدا، بتتلبس في اي وقت. دول حلوين بقى انهم ساده خالص، كل واحد يختار اللون اللي هو حسب لبسه. يعني كفيله انك تلبسي اسوره واحده بس من ديت في ايديكي، مش مستحب ان يبقى في حاجه تانية معاها كتير. لان هي كبيره وفي نفس الوقت الوان متعدده. تلبسيها على اي لبس. بقول لك حلو انت عامله كل لون لوحده. عشان ما ساده. ولا اقبال قوي على الاكسسوارات الساده كتير دلوقتي. يعني الساده لو لابسه ملون مستحب انك تلبسي الاكسسوار يكون ساده، او العكس الاكسسوار بيكون ملون. تمام. طب بسرعه كده تقولي لي قبل ما اختم، النحاس بنحافظ عليه ازاي؟ انت عامله حاجات فيها نحاس، فعايزه اعرف منك بسرعه. النحاس زي الفضه بالظبط. لو اي حد مثلا عنده فضه كتير بيشيلها في علبه، فالنحاس نفس النظام، تحفظيه في علبه الاكسسوارات بتاعتك. ومن وقت للتاني لو انت حابه تلمعيه بيتلمع بماده اسمها براسو. دي خاصه بتلميع النحاس. والنحاس اصلا احلى حاجه فيه ان هو لما بيطوز بيبقى احلى زي الفضه بالظبط. تمام. يا نوره نورتينا النهارده بجد وفي دانتال، وبشكرك جدا، ونشوفك قريب بقى باكسسوار جديد ان شاء الله. شكرا ليك. بشكر مره ثانيه نوره سيد مصممه الاكسسوار. بشكركم جدا على متابعتكم لحلقتنا النهارده، وبشكركم على كمان مداخلاتكم التليفونيه.